بسم الله الرحمن الرحيم. معكم من دمياط على قناة الحياة الإقليمية لايف. معكم أمل الحديدي. النهاردة يا جماعة احنا في مجلس القومي للشباب في تفتيش كفر سعد. نتعرف بالضيف اللي معانا. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. اتفضل يا أستاذنا. مع حضرتك هاني العربي، نائب أمين عام لجنة التقييم والمتابعة المجلس القومي للشباب، هيئة دولية. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، تحت أمر حضرتك. المجلس القومي للشباب كان عامل اجتماع النهارده لأعضائه ودعا حضرتك، ممكن نعرف إيه السبب؟ طبعا كان في بشرى عظيمه من الدكتور محمد كامل الشرقاوي لكل اعضاء المجلس على مستوى جمهوريه مصر العربيه، مش بس دمياط، ولكن احنا بداناها في دمياط بالاعلان عن اللمسات الاخيره لتسليم قطعه ارض مكونه من 2 فدان ونص او 5 افدنه او من 10 ل 100 فدان للمتقدمين للاستفاده من الارض ديت. بقى لهم فتره موجودين معانا الاعضاء واسرهم، والحمد لله وشكر لله. كان كتير بيشكك في الموضوع دوت، ولكن كنا واثقين وما زلنا وهنفضل واثقين دكتور محمد كامل الشرقاوي وقيادته، وفي الدكتور وليد عبد الحليم وقيادته، ان الناس ديت ما بتقولش كلام بس، الناس دي ما بتظهرش في الاعلام وما بتظهرش في الجرايد وما حدش بيتكلم عنها، ولكن هم بيحبوا يشتغلوا، بيحبوا عملهم هو اللي يقول عنهم بيعملوا ايه. فكنا بننقل البشرى النهارده لكل اهالينا في دمياط باني قرب الموعد لتسليم الارض ان شاء الله، والكل هيكون سعيد، وان شاء الله كل من تقدم وكل من سيتقدم هينوبوا من الحب جانب زي ما بيقولوا، وهيستلم ارضه باذن الله. طيب دي بالنسبه للارض وكده، عايزين نعرف برضك لجنه التقييم رايها ايه في امانه دمياط وشغل دمياط وبرئاسه الدكتور ابراهيم الدسوقي والمستشار ايمن الجنيدي. عايزين نعرف راي حضرتك، يعني يهمنا رايك برضه. طبعا احنا بنزداد فخر بدمياط وبالقطاع بتاع دمياط على مستوى الجمهوريه في اماكن كتير، ودايما هي محل نقاش في القاهره. ناس جادين جدا في عملهم، ناس متحابين ومترابطين جدا جدا، كل يوم لهم اخبار عندنا بتتنشر، كل يوم لهم صور، كل يوم لهم لقاءات، كل يوم لهم جديد. مفيش يوم بيعدي في دمياط غير فيه جديد، واحنا بنحترم الكلام دوت وبنحبه جدا. والدكتور محمد دايما بيثني على قطاع دمياط وعلى شغله وعلى القامات المحترمه اللي موجوده في قطاع دمياط. عندنا اكبر نسبه قانونيين على مستوى مصر كلها في قطاع دمياط لوحده، وده كفيل بانه هو ينشئ قطاع محترم. يعني نقول الوقت دمياط نمبر 1 يعني من احسن الناس اللي موجودين، وكلهم من الافاضل الحمد لله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا استاذ هاني، شرفتنا. كانت معكم امل الحديدي من دمياط. شكرا لحضراتكم جميعا.